بقول لك يا اسطى، ما عداش عليك الميم ده قبل كده؟ ما عداش؟ ها طب انا اعدي عليك. يا حبيبي سريع بس واحد 50 حاضر. الميم ده بيحكي عن اقدم شكوى لخدمه عملاء في العالم. تخيل ان وظيفه خدمه العملاء دي موجوده منذ الازل ولسه قرفانه لحد دلوقتي. احنا متعودين ان شكاوي خدمه العملاء دي حاجه حديثه، يعني الناس بترن على بتوع خدمه العملاء وبعد ما الخدمه بتكون زي الخرا. What do you mean by that؟ بتوع خدمه العملاء بقى ايه؟ يا اما بيبعتك لواحد تاني يحل لك المشكله، يا اما يقول لك يا اسطى تقييمك ايه يا اسطى الخدمه يا اسطى؟ يا اسطى قيم ايه يا اسطى؟ يا اسطى قيم ايه يا اسطى؟ ايه الخرا اللي انت فيه ده؟ لا والمشكله في ايه بقى؟ ان انت لازم تديله 5 نجوم. ها ما اصل هتعمل ايه بقى؟ لازم تديله 5 نجوم اصل بس الحقيقه ان الموضوع قديم جدا. كان في واحد اسمه ناني بيشتكي من تاجر نحاس اسمه الحاج ناصر. ايوه هو الحاج ناصر ده بقى فاتح ماركت وشغال في خدمه عملاء. ده يا اسطى جدك، انت لو شغال في خدمه العملاء ده جدك، ده الاب الروحي بتاعك. Mr. Big, sir, this is a simple mistake. فالحاج ناني وهو بيبعت له الشكوى راح عمل له تمثال مخصوص بالنحاس اللي جاله بيعبر فيها عن غضبه عشان يبين له قد ايه النحاس اللي جاله جودته كانت رديئه. احنا هنتكلم على الحاج ناصر ده. ناصر ده نقدر نعتبره اول اسوأ كاستمر سيرفيس في تاريخ البشريه، او حرامي ايهما اقرب. الراجل ده كان تاجر نحاس من بلاد ما بين النهرين. فيعمل ايه بقى الحاج ناصر الذكي فشخ؟ يبعت له اسوأ جوده نحاس لقاها عنده. عارف لما تكون طالب حاجه وتجيلك حاجه تانية نفس النظام؟ لا واحلى. المشكله في ايه بقى؟ ان بتاع الدليفري اللي وصل له النحاس اتعامل معاه بطريقه وحشه. الدليفري كان بيقول له يا اسطى يا تاخدها يا تسيبها، ما توجعش دماغي انا مش فاضي. انت متخيل؟ يعني حتى البياع خرا وبتاع الدليفري خرا. هنا بقى المشكله كانت في ايه؟ ان البضاعه كانت وحشه، لا وكمان اسلوب التعامل كان زباله. ده اللي هو لو كان بيحصل هنا غالبا احنا هنخطف بتاع الدليفري ولا حاجه، مع ان بتوع الدليفري دول محترمين يعني. لا ما حدش يغلط يا جماعه في بتاع الدليفري. لا انا اسف. فالموضوع زي ما تشتري حاجه وتطلع مضروبه وتكلم الدعم يرد عليك يقول لك ده حاسس ايه يا اسطى؟ فعم ناني بعت له رساله لان ما كانش فيه تليفونات بقى ساعتها. انا مش هسيب لك فلوسي وتمشي، انا عايز اختار النحاس بنفسي لحد ما تلتزم بالجوده. احنا بقى لسه في نفس اللوب بقالنا الاف السنين، نفس المشكله وكل حاجه، مفيش حاجه اتغيرت غير ان اعداد البشر بس ازدادت. طب ليه الميم ده بقى ترند؟ لسبب بسيط، ان احنا لسه بنعيش نفس المصيبه في ايامنا دي. انت بتشتري منتج يطلع مش نفس اللي في الصوره. جربت تتفاهم؟ الو خدمه العملاء معايا؟ يا فندم اقدر اساعد حضرتك بايه؟ يا اسطى الحاجه اللي انت باعتها بايظه يا اسطى، مش ده اللي انا طالبه يا اسطى. يا اسطى سندوتشين فول وواحد طعميه. يا حبيبي يا حبيبي بس واحد 50 معلش ممكن تعيد اللي انت قلته؟ يا اسطى بقول لك الحاجه جايه لي بايظه، مش ده اللي انا طالبه. طب ممكن اتشرف باسم حضرتك؟ يا اسطى اتفضل. يا فندم الحاجه واصله لك كويس، ما فيهاش مشاكل ولا حاجه. يا اسطى بقول لك مش دي الجوده اللي موجوده في الصوره. هات السندوتشات هنا يا اسطى. طب ممكن تبعت لي كام صوره للحاجه؟ العبايتين القرف. حاجه تقرف. فالفرق الوحيد ما بين زمان دلوقتي ان زمان الشكوى كانت بتتكتب على الواح، انما دلوقتي الشكوى بقت بتتكتب على الفيسبوك. ولا حياه لمن تنادي، يعني ربنا يكون في عونك لو حد اصلا بصلك ولا حد عايز يساعدك. حتى بتاع الدليفري زمان كان بيمشي طريق طويل فشخ، فمن كتر الكفر اللي هو فيه فما بقاش طايق نفسه، فيقول لك يا تاخدها يا تسيبها. فاندرستاندبل، هعمل له ايه؟ الجميل بقى في القصه دي ان انت تقدر تفهم منها حاجه احسن شويه، حاجه اعمق. ان الاقتصاد والتجاره والثقافه ما بين البايع والمشتري كانت دايما اساس الحضاره. يا الموضوع ما كانش ميم، لا يا اسطى الناس دي كانت بتجيلها حاجه مش على مزاجها فبتفشخ الدنيا. انت متخيل شكوى من بياع تقعد الاف السنين لحد دلوقتي؟ هم غالبا كانوا ماشيين بمبدا معين، انت لو مش هتبقى قدوه هتبقى عبره. لو مش عبره اليومين ولا 3، لا ده للتاريخ كله يا صاحبي. فالناس زمان كانوا واعيين بحقوقهم، فبيطلبوا جوده محترمه وبيتكلموا بوضوح. انما دلوقتي عارفيا بقى في ناس بتتكسف وفي ناس بتسامح مع الحاجه حتى لو الحاجه مش عاجباها او مش ده اللي هي طلبته. بصراحه الناس دي كويسه، الناس دي هتخش الجنه على اي وضع. فهم بيبقوا فيري كيوت كده، تلاقي صاحبك باصص لك بعد اما الحاجه تجيله غلط، فاهمني؟ تلاقيه باصص لك وانت مضطر بقى عشان انت بقى الاكستروفيرت، فانت تروح تتعامل مع الناس بقى وتتعصب عليهم وترجعها. يقول لك لا يا اسطى خلاص، لا يا اسطى ارجوك، لا يا اسطى خلاص، وانت تقول له اقعد ساكت يلا. فلا يعني لو في حاجه مش عاجباك رجعها، ما تتكسفش.